في مساله المحتوى الاستمراريه اهم من الكواليتي. انا اسمي هيثم ابو عقرب، انا بحب اكرييت، بحب اساعد ناس انها تكرييت. الماركتير الشاطر بجد ما بيبصش على الفولورز قد ايه، بيبص على حاجه تانية خالص، انت بتوصل قد ايه. انت لو عملت كاركتر عكس كاركترك هيبقى شكلك وحش. محمد البسيوني عنده مخزون لا نهائي من الامثال الشعبيه، دي طريقه كلامه في الحقيقه. فعلا احنا ما عملناش حاجه بجد غير ان انا اقترحت عليه ان احنا نلبس بيجامه. ولاء القروبه ست بيت، شغلها البنين النهارده بكام وشغلها الحاجات هتتعمل ازاي. فده اللي خلى تجارب زي دي من كتر ما هي بس متسقه مع نفسها ومتسقه مع المحتوى اللي بتعمله، في اقل من سنه زي كروس 2 مليون فولورز. هل انا يوتيوبر؟ هل انا صانع محتوى؟ هل انا اشتغل في ايجنسي؟ هل انا اشتغل فريلانسنج؟ صانع المحتوى ده حد عنده القدره انه ينتج منتج يوصل للناس والناس تتفاعل معاه. كل الحاجات العظيمه خرجت من معاناه، وياما شفنا افلام خدت جوائز في مهرجانات عالميه وهي بجد عاملينها اتنين معاهم كاميرا بسيطه وبس. الناس بقى شايفانا ازاي بما احنا اتكلمنا على البراندز؟ الناس شايفانا ان احنا اغنياء جدا. اي حد بيسالني بجد الفلوس بتيجي ازاي، هي الفلوس بتيجي ان انت تبقى شاطر في اللي انت بتعمله. هلو، ازيك يا هيثم؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ كله زي الفل. انا اولا مبسوطه جدا انك موجود معانا النهارده. وانا كمان. احنا البودكاست ده مسمينه جود انف. الله. ليه؟ علشان بعد الساعه 12 بيجي لنا اسئله كتيره جدا. هل انا شاطر؟ هل انا كرييتيف؟ هل انا مبدع؟ هل انا يوتيوبر؟ هل انا صانع محتوى؟ هل انا عندي افكار ابداعيه؟ طب انا لو عملت الفكره الناس هتتقبلني ولا لا؟ طب انا عندي الكاريزما؟ طب لا الناس التانية احسن؟ طب انا هكسب فلوس؟ اسئله كتير بقى، يعني خصوصا احنا على التيك توك بالليل بيبقى عندنا اللي هو كل أيوة. ده كونتنت الناس المفروض تستهلكه. صح. فانا النهارده يعني انا مش عايزه اتكلم كتير بصراحه، انا عايزه اتكلمي براحتك. اتكلم براحتك. اول حاجه عايزاك تعرفنا بنفسك، ولو حابب يعني تقول لي ايه اكتر حاجه بتحبها في الشغلانه بتاعتك وبس. اوكي، طيب انا اسمي هيثم ابو عقرب. يعني بواجه صعوبه شويه ان انا اعرف نفسي، بس انا بحب التايتل بتاع كرييتر. انا بحب اكرييت، يعني جربت في البيزنس اكرييت، جربت في الميديا نفسها اكرييت. بحب اساعد ناس انها تكرييت. يعني عموما الحته بتاعت الكرييشن عموما ان احنا يلا نقوم حاجه ونعمل مشروع ونخليه اكزاست. دي حاجه انا بحبها جدا. بس يعني لو عايزين حاجه تحطوها على الشاشه، يعني بسمي نفسي اكزيكتيف بروديوسر سلاش دايركتور. دول حاجتين يعني الام بروفيشنال ان بعرف اعملهم كويس جدا وبس. حلو قوي. طيب انا عامه احنا عارفين انك الفاوندر لفيرتيكال نتورك. اوكي. انا عايزه اتكلم اكتر مش على الشركه، اتكلم اكتر على صناعه المحتوى. اهلا. ليه؟ لانه في كذا قسم كده او كذا كاتيجوري. الكاتيجوري ده بيتحط تحت هل انا يوتيوبر؟ هل انا صانع محتوى؟ هل انا اشتغل في ايجنسي؟ هل انا اشتغل فريلانسنج؟ كل الاسئله دي بتجيلنا اللي هو طيب انا هكسب فلوس منين في الاخر؟ من الاخر. ايوه. ايه هو تعريف الكرييتور او صانع المحتوى، وازاي قدرت من خلال البروجكت اللي عملته انك فعلا تامباور الكونتنت كرييتورز؟ اوكي، بصي ده سؤال انت فاهمه طويل ان انت فتحتي باب كبير بس ده النقاش بس يعني يلا بينا بالراحه. طيب كونتنت كرييتور انا بشوف ان هو تعريف مبسط جدا لاي حد بيعرف يكرييت محتوى. المحتوى ده سواء ان هو مصور فيديو او حتى تكست او حتى في بعض الفوتوغرافرز انا بسميهم كرييتور، ان هو بيعرف يعمل ستوري تيلينج. بتقدري تطلقي ده على حد بيعرف يستخدم موبايل وبيعمل ريلز كويس از بيهايند ذا كاميرا، مش لازم يظهر فيها. فكرييتور عموما ككونتنت كرييتور افتحي قوس وحط فيها كده اي حد بيعرف يعمل اي حاجه. اوكي. اهم حاجه بس ان هي تبقى جيده والناس بتتفاعل معاها. اوكي. فيعني انا مؤخرا انا مهتم جدا بالحته اللي بره القاهره شويه، يعني عشان انا صعيدي وبحب دايما ابص على المشهد برضو بتاع انه ما تسيبنا من القاهره شويه ونبص بره. بتلاقي شباب في قرى كتير جدا بتعمل حاجات، يعني في ناس بتعمل مسابقات وناس بتعمل فورماتس على فكره بلفظها اللي احنا بنعرفه بدايه وسط ونهايه وتتابع والحاجات دي. في ناس بتعملها اورجانيك جدا،
بس هل دول لو انت سالتيه انت صانع محتوى هيقولك لا انا بعمل فيديوهات. اوكي. انت فاهمه؟ فهو خلينا نبعد شويه عن مساله التعريف مش مهم، التعريف مش هيعمل لك حاجه. اللي هيعمل لك حاجه بجد ان هو انت تبقى كويس في الحاجه اللي انت بتعملها. اوكي. وصدقيني لما بتبقى كويس كمان في الحاجه اللي انت بتعملها الفلوس بتجيلك لوحدها. هو ازمه الفلوس طول الوقت هي ازمه عكسيه شويه. يعني دايما الناس بتسال الفلوس فين، مع ان السؤال دايما حتى في كل حالات النجاح اللي احنا شفناها سواء في البيزنس او صناعه المحتوى او كل الضيوف اللي بنشوفها في البودكاست العظيمه اللي بتتكلم على النجاح، هو كله بيقول حاجه واحده بس: انا كنت عايز اعمل حاجه كويس وعايز انجح فيها. بعدين جات له فلوس. صح. انت فاهمه؟ زي كده كانك ما تفتحي محل اكل. على فكره يعني في 90% من المحلات اللي انا وانتي وكل الناس اللي بتشوفنا بتحبها على فكره ما بتعملش دعايه. انت فاهمه؟ هتلاقي صح. نفسك ريليتد بمحل معين في مصر الجديده في شارع متفرع من شارع كده، انت بتحب السندوتش الفلاني اللي من عنده. ليه؟ علشان هو بجد بيعمله كويس. الموضوع هنا شائك شويه، يعني انت في الاخر دي استراتيجي وكل واحد حر ان هو يبريزنت نفسه ازاي. بس اي حد بيسالني بجد الفلوس بتيجي ازاي، هي الفلوس بتيجي ان انت تبقى شاطر في اللي انت بتعمله. اوكي. ده باختصار شديد جدا. وبالتالي احنا مش محتاجين نعرف صانع المحتوى، احنا محتاجين نقول بس ان صانع المحتوى ده حد عنده القدرة على انه ينتج منتج يوصل للناس والناس تتفاعل معاه، ايا كان شكله، ايا كان طبيعته، ايا كان هو ديستريبيوتد على ايه. اوكي. طيب دلوقتي في بعيدا عن الديفينيشنز في كذا فورمات وكذا ستايل وفي ستوري تيلينج، وبنلاقي ناس تقول لك عايز تعمل تبقى جيب فولورز وتزود الانستجرام بتاعك اعمل ستوري تيلينج. بس قليلين جدا اللي بيعرفوا يعني ايه ستوري تيلينج، يعني بيطبقوها بجد، اللي هو فعلا ستوري تيلينج ان انا فعلا عندي بدايه ووسط ونهايه تخليني اكمل معاك حتى لو ريل مدته 30 ثانيه لحد يوتيوب مدته 20 دقيقه. مفهوم. ففي elements معينه للستوري تيلينج تقدر تقولها او شفتها خلال التعامل مع الكونتنت كريتورز اللي كنت بتمباور them؟ بصي، الستوري تيلينج هو زي الاخراج كده، انت بتركز جدا في حته انه اللي بيشوف الماتيريال اللي انا بقدمها دي هو حاسس بايه في كل 3 سطر. يعني في كل باراجراف هو دلوقتي انا بعمل ده علشان احسسه بايه، انا بعمل ده دلوقتي علشان ادخله معايا، فانا بعمل هوك قويه. تمام. بعدين هبتدي اجاوب على الاسئله الاساسيه اللي في الحدوته: ليه وفين وازاي ومين، وفي الاسئله ال5 اللي درسناهم كلهم. تمام. فلما بتنجح كصانع محتوى انك تحقق المعادله ان انت تكتب للي بيتفرج ما تكتبش ليك انت. يعني دايما حتى الجمله الشهيره بتقول writing is rewriting، ان انت بعد ما بتكتب او بتعمل ريسيرش بتاع، انت اكيد فاهمه يعني، او اللي بيشوفونا مش عارفين، الكتابه هي مش مرحله ان انا هجيب اللابتوب واقعد اكتب. هو الكتابه انت الاول محتاج فكر، والفكره دي عاده بتبقى 10 افكار انت كاتبهم في منديل بعد ما صحيت من النوم وبتقعد تفلتر ما بينهم. اوكي. بعدين بتجيلك المرحله الثانيه بتاعه البحث، ان انا بقعد اعمل ريسيرش اشوف الافكار دي اصلا تستحمل يتكتب عنها ولا لا. ما هو في افكار بنسميها افكار مضلله، ان هي الفكره حلوه قوي بس لما تيجي تشتغلي عليها تلاقيها خلصت في نص سطر. بجد يعني انت اول ما دوب حطيتي ايدك على الكيبورد وكتبتي 5 سطور خلصت. فاهمه؟ أيوة. فعندك المرحله الثانيه بتاعه البحث علشان تتاكدي ان الفكره اصلا تجيب ولا ما تجيبش. اوكي. تمام. بعدين عندك المرحله الثانيه بتاعه الستوري تيلينج بقى، او اللي هو الشكل الفني اللي هتخرج بيه الكتابه ينفع تخرج باكتر من شكل فني. ينفع احكي من وجهه نظري، وينفع احكي من وجهه نظر اللي حصل له المشكله، وينفع ابقى زي كتاب الروايات ان انا بحكي لك من بره وبحاول اوصف المشهد عشان تتخيل وهكذا. خلاصة القصة ان انت بعد ما بتقرر انت هتحكي بانهي شكل، انت هتحكي ازاي، لازم تقرأ تاني علشان تبتدي تعكس الكرسي، ان انت تقعد انت بقى في دور اللي بيتفرج دلوقتي علشان تبتدي
تتست اللي انت كتبته ده، هل انا حسيت الاحاسيس اللي عايز اوصلها ولا لا. علشان الستوري تيلينج هو هدفه ان هو يعمل الدياجرام بتاع الابس اند داونز، يعني الحكايه تفضل تعلى وتوطى، تعلى وتوطى، تعلى وتوطى لحد ما توصلني للكلوزر. لو ده اتحصل وحسيته انه انت خلاص عرفت تعمل الحته دي عاليه في الحكايه، وبعدين الحته دي انا بسرد فيها معلومات علشان اعلى تاني وهكذا، ده ستوري تيلينج. يعني الدراما الحلوه على فكره اللي بنتفرج عليها لما حد بيعجبه مسلسل، ده ستوري تيلينج. صح. ان انت بتقفل امتى؟ هو بتقفل قبل ما بيضربها بثانيه. ليه؟ علشان تفتح الحلقه تشوف بقى هو بجد بيضربها ولا بيهوش، ولو هيضربها ضربها ليه وعمل ايه. فاهماني؟ أيوة. فهي دي الحكايه. هو الستوري تيلينج باختصار هو كيف تحكي الحكايه. تمام. يعني انا بشوف ان الستوري تيلينج والاخراج هما الاثنين حاجه واحده. لو انت بتعرف تتخيل كويس اللي هيحصل، فانت بالتبعيه ستوري تيلر شاطر، فانت بالتبعيه مخرج شاطر. حلو قوي. اوكي. يعني ممكن ناخد بقى ده في سؤال تاني. يلا بينا. هنقف بقى عند احنا اتكلمنا على الستوري تيلينج، دلوقتي هنتكلم على التنفيذ. اي كونتنت كريتور لما بيجي يفكر بيبقى عنده افكار لا متناهيه. ده كده كده. فلما بيجي يفكر بيحس انه هو انا لسه هقوم ومنتج واحط الاضاءه واظبط الصوت واخد في كذا لوكيشن، وعلشان كل ده الاودينس يبقى معايا شغال او كده. ازاي الواحد يكتب سكريبت؟ يعني دايما بيقولوا المخرج الشاطر هو كاتب شاطر. ده كده كده. فازاي انا بقى دلوقتي، يعني احنا زمان كنا بنسمع عن الاخراج ده حاجه كبيره والفيلم ميكنج ده حاجه كبيره قوي، دلوقتي احنا بقينا فيلم ميكرز صغيرين بنصنع ريلز وبنصنع حاجات كده. فالاخراج بقى يعني احنا عايزين نبدا من ستيب 1 لحد ما، يعني طبعا مش هنقدر نقول كل التفاصيل، بس الاخراج من وجهه نظرك عامل ازاي؟ ايه الفورماتس المختلفه اللي احنا نقدر على اساسها نظبط الاخراج؟ اوكي. طيب الكتابه انا بشوف ان هي الجزء الاكبر من الاخراج. علشان كده دايما هتلاقي المخرجين الشطار عندهم فايتس مع السكريبت كده كده. يعني هتلاقي دايما اول كرييتيف الشطار تحولوا بعد كده في الادفرتايزنج اندستري لمخرجين. صح. اوكي. ليه؟ علشان الحتتين دول صعب قوي يتفكوا من بين بعض. لازم ما تقدريش تحوكمي الموضوع انه المخرج بيتدخل لحد فين والكاتب بيتدخل لحد فين. الحتة دي دايما هي بالتراضي وهي دايما رايح وجاي. ففي حالة الكونتنت كرييشن انت كصانع محتوى اللي بتخش الخناقة دي مع نفسك. صح. يعني هي حلاوة الشغلانة ان انت في كاتب وفي بعدين مخرج، بتخلي دايما ان في اتنين يتحاوروا، ويانا اقنعك بحاجة وانت هتقنعني بحاجة، وبعدين انا هغير عشانك حاجة وانت تغير عشاني حاجة، بس كله في الاخر في مصلحة العمل اللي احنا بنعمله. مشكلة الشغل الفردي انه للأسف ما بتعرفيش تعملي الرول ده، او بتعرفيش تفصلي ما بين الوقت دلوقتي ان انا ككاتب ولا الوقت كمخرج. فالأحسن انا بشوف طول الوقت ان انت تتعامل مع البروجكت من الاول ان انت المخرج والكاتب. يعني ما تحاولش تعمل المرحلتين بعد بعض او في الاطار الطبيعي كتابة ثم اخراج. لا، انت من الاول قرر انت عايز تخرج ده ازاي وبعدين اكتب. يعني انا بسميها الهندسة العكسية، يعني دايما اكتب بالعكس. يعني شوف التكنيك اللي انت عايز تصور بيه وبعدين اكتب له. شوف المعدات اللي انت عايز تجربها وبعدين طور عليها الافكار. شوف اللوكيشنز المتاحة واكتب جواها. شوف الممثلين والماتيريال اللي متاحة لك اصلا علشان تبتدي ما تعملش دبل وورك. ليه؟ لان انت لو اديت نفسك الحرية ككاتب تماما من الاول، هتيجي عند لحظة البرودكشن ان انا خلاص داخل اصور وبعدين ايه ده انا كتبت ان الموضوع بيدور في قصر وبعدين انت اصلا مش عارف تصور في صالة بيتكو. فاهماني؟ فتعطل وترجع بقى تأدبت تاني اللي انت عملته على الامر الواقع فرضه عليك. أيوة. فهو احسن طريقة في حتة صناعة المحتوى انا برشحها هي فكرة الكتابة العكسية. يعني شوف تحت ايدك ايه وايه الاكسسبل بالنسبة لك، وابتدي اعمل التريننج اللطيف في سكريبت اللي كلنا درسناه زمان. يعني انا خلاص معايا اللوكيشن ده
ومعايا الممثلين دول ومعايا الكاميرا دي ومعايا العدسة دي ومعايا الحاجة دي، يلا اربط خطوط الحاجات دي كلها ببعض عشان اعمل منها ستوري لطيف. ده مش معناه ان احنا بنقتصد، او ده مش معناه ان ده هيخلي خيالي محدود. بالعكس، هي كل الحاجات العظيمة خرجت من معاناة، وياما شفنا افلام خدت جوائز في مهرجانات عالمية وهي بجد عاملينها 2 في معاهم بالظبط. كاميرا بسيطة وبس، عندهم اللي مش عندك، اللي هم عرفوا يتخيلوا وعرفوا يوظفوا وعرفوا يعملوا الشيء ده. فهي دي الكونسبت اللي احنا بنشتغل عليه. يعني عايز اقول لك برضو سر ان هو اصلا تجربة فيرتيكال اكاديمي ثم فيرتيكال هي كانت ديزايند كده، انه في الاخر احنا معانا الاتاحية دي، معانا المعدات دي، معانا المكان ده. ساعات على فكرة كنا بنعمل فورماتس بناء على ان البلكونة فاضية عندنا، فاهمة؟ ليه؟ علشان انتي في مسألة المحتوى، واكيد انتوا فاهمة ده، وجزء كبير من الناس اللي بيشوفونا فاهمين ده، الاستمرارية اهم من الكواليتي. صح. ان انت تبقى مستمر وبتنتج بشكل اسبوعي او شكل يومي اهم بكتير من ان انت تبقى بس حاطط نفسك ان انا لازم اطلع ريل عظيم. لا، مش لازم. هو لو انت بقيت الجوريزم فريندلي وبتنزل الحاجات في المواعيد اللي المفروض تنزل فيها وعندك استمرارية بطريقة معينة، تمام، الكواليتي كده كده جاية. بالظبط. انت هتشطر في الكتابة وهتشطر في الاخراج، وبعدين حد هيقول لك كومنت فهتاخد بالك من حاجة، وبعدين ينزل فلتر جديد فهتوظفه، وبعدين ينزل مش عارف فكرة جديد وتكنيك وهكذا. الموضوع هو ممارسة لا تنتهي، فاهمة؟ فهو دايما اليونج كونتنت كرييترز بيعطلوا عند الحتة دي. هو دايما عايز يطلع تمام احسن حاجة، صح، فاهمة؟ فهو البحث عن كمال ما بيجيش. بس هو النقطة دي بقى اللي بتخليهم ما يعملوش حاجة اصلا. ما هو ده اكتر اوبستكل على فكرة. يعني انا بشوف ان انا كان دوري في فيرتيكال اكاديمي هي فكرة بس ان انت تقدر البوش بتاعت ايه ده، لا بنعملها، لا تعالى يلا نفتح الكاميرا ونجرب، تعالى نشوف، وهكذا. وعايز اقول لك احنا عندنا مكتبة ضخمة من المحاولات الاولى لكل الناس. يعني المحاولات الاولى لاقتصاد منزلي والأروبة وطمطم وهكذا، محاولات عادية جدا، بس هو اللي نفع ايه؟ الاستمرارية، ان احنا نستمر ازاي. فهي بس الحتة دي كلها، الكتابة بالاخراج بالمنطقة بتاعت صناعة المحتوى دي، هو انت قول بس ان انا بسم الله نويت ابقى صانع محتوى، وسيب الموضوع بقى التجربة بجد بتطور كتير قوي. حلو قوي. طيب على ذكر بقى اقتصاد منزلي والأروبة، احنا دلوقتي في برضو نوع من الانواع كتيرة منتشرة عن البيرسونال براند. ففي حاجتين، في اما انا اكون البيرسونال براند، ان انا اكون انا بعمل لنفسي بيرسونال براند باسمي وكده، والحاجة التانية ان انا بخلق شخصية او بيرسونا. البيرسونا دي انا ما اعرفش حاجه عنها خالص، يعني انا ما اعرفش اقتصاد منزلي ممكن يكون حياته عامله ازاي، هو الكاركتر ده مرسوماله، او البروبس اللي موجوده او كل الحاجات اللي موجوده دي مرسوماله، وفي ناس بتحاول تعمل ده. فالبيرسوناز دي بتتعمل ازاي، او ازاي احط بيرسونا لنفسي اقدر من خلالها ابقى عارف انا لما اشوف ريلز كتيره ما تاثرش، اللي هو انا لا انا عايزه ابقى شويه بزنس، لا شويه ماركتنج، لا شويه مش عارف ايه. طيب انا لو عامل كونسبت كبير هقدر اعمله فانلينج داون كده، اوكي، واحط تحتيه الحاجه اللي انا عايزها. ماشي. ففي ناس كتيره بتتشتت. انا شويه هبقى بزنس اونر، وشويه هبقى كرييتيف، على حسب الايفنتس، على حسب الفلوس اللي الراجل ده شايفها من التاني، انا هبقى يوتيوبر. فايه اللي بيخليني انا احط بيرسونا لنفسي واضحه وصريحه وابقى ماشي عليها دايركشن واحد؟ اجابه السؤال ده وكل الاسئله اللي من النوعيه دي، وممكن نطفي الكاميرات ونقوم كلنا نروح، لو احنا قلنا خليك صادق. يعني خليك صادق مع نفسك، متسق مع نفسك. ليه؟ لانه اهلنا زمان قالوا الكذب ملوش رجلين. انت لو عملت كاركتر عكس كاركترك وحاولت تبيعه للناس وانت شغال هتغلط وهيبان وهيبقى شكلك وحش. اللي بينفع دايما هو فكرة ان انت صادق مع نفسك في اللي انت بتعمله ده، انت بتحبه بجد. هو محمد البسيوني هو رجل من دمنهور اصلا،
فهو عنده مخزون لا نهائي من الامثال الشعبيه، دي طريقه كلامه في الحقيقه. فعلا احنا ما عملناش حاجه بجد غير ان انا اقترحت عليه ان احنا نلبس بيجامه واحنا شغالين، انت فاهماني. بس باقي الكاركتر هو اوريدي اكس بنوك، فهو فاهم كويس قوي في المنطقه دي، اشتغل اتش ار شويه، فهو فاهم شويه في الحتتين دول. هو اصلا كانسان دي طبيعه حياته، هو دايما بيدور على الاستثمار ازاي والحاجات ازاي وهكذا. ولاء القروبه نفس القصه، هي دايما في كل تعريفاتها لما كنا بنقابلها بتقول انا ام ل3 عيال وابوهم. اوكي، طول الوقت. فهي ست بيت، شغلها البنين النهارده بكام، وشغلها الحاجات هتتعمل ازاي، ودي الحاجات اللي شغلاها فعليا. اوكي، يمكن القرارات اللي خدناها معاهم او طورناها معاهم هي قرارات ليها علاقه بس بكسره حته انه ما ايه رايك يا بسيون، انت عادي يعني انت بتجيلنا بالمكتب معظم الوقت بشورت، فايه المشكله ان انت تظهر بحاجه تانية؟ وهو ما اعترضش، فاهمه. ولاء كذلك، اللي هو ولاء بقول لك ايه، ما يعني مش هنطلع بقى بلبس خروج وبتاع، احنا عاملين كوان كاننا قاعدين في البيت، فاحنا هنطلع بلبس البيت وهنتكلم بجد عن اللي بيضايق الناس. وده على فكره 90% من اللي نفعهم هو اللي انا بشوفها الاصاله بتاعته، ان كل واحد متسق مع المحتوى بتاعه. ولا بجد، وكانت هي لو وهي جايه تصور النهارده، لو راحت اشترت الصبح حاجات للبيت، بتيجي وهي جايه في الطريق كاتبه ماتيريال جديده على اللي حصل النهارده. اوكي، انت فاهمه. أيوة. وبتعمله عادي جدا، فاهماني. راحت البلد عندهم فكان حاصل مشكله ما بين جارتها وسلفتها ومش عارف ايه، فبتيجي تعمل ده، فاهماني. فده اللي خلى تجارب زي دي من كتر ما هي بس متسقه مع نفسها ومتسقه مع المحتوى اللي بتعمله، فاقل من سنه زي كروس 2 مليون فولورز، فاهم. هتلاقي على ده في احمد الوكيل على فكره في العربيات بالزبط. احمد حبه للشيء ده انا حاسه ولمسه وشايفه وخبزه وعجنه وكل صح. حاجه. هو احنا كنا كتبنا ريل قبل كده عنه، فتعاملنا معاه، هو شخص لذيذ جدا جدا جدا. هو يعني ده هو زي ما هو فعلا. تمام. احمد رأفت هو ده، فاهمه يعني. أيوة، انت أيوة. في الاخر الناس كلها، يمكن عشان بس احنا بعيدا عن المشاهدين لينا فرصه واحتكينا بالناس عن قرب يعني، فاهمه. هشام عفيفي هو ده، هو صح. الناس كلها هي زي ما هي في الحقيقه، هي ما عملتش حاجه غير ان هي فتحت الكاميرا وصورت نفسها. اوكي، على معتقداتها، على حاجتها. انا بشوف ان ام خالد تمام شخص ككونتنت كريتور ناجح. ليه؟ عشان هي متسقه مع اللي هي عايزه تقول. صح. تمام. سوزو الاردنيه متسقه مع اللي هي عايزه تقول. اوكي، صح. فاهماني. انا مش قصدي بس ان انا بقول امثله سي او بي او ايه، لا بالعكس، احنا كلنا بنشوفهم، انت فاهماني. كلنا بنشوفهم اصلا، بس هي احنا اللي بنحط لنفسنا لا احنا مش احنا اللي بنحط، يعني انت بيزنس وفاهمه، البراندات أنا هي اللي بتحط. بالظبط يعني بالظبط. البراندز هي اللي في الاخر بتعمل الليبلينج، مش صانع المحتوى. ومش انا ككرييتور ورا صانع المحتوى، مش احنا اللي احنا بنحط ليبل ان ده كلاس A ولا ده كلاس B ولا ده كلاس C. السوق هو اللي بيعمل كده. صح. فاهمه ليه؟ علشان الناس دايما عندها حاجه للتصنيف، الناس عايزه تصنف. اوكي، طول الوقت انا وانتي واحنا ماشيين في الشارع هنتصنف عادي طبعا. الطويل القصير اللي دي حاجه طبيعيه جدا عندنا كبشر. اوكي، بس اللي بينجح تاني عشان اجاوبك على السؤال ده باختصار هو الاتساق مع الذات. يعني مفيش مانع تبقى CEO وعايز تتكلم معانا المانجمنت والاداره، اطلع اعمل ده، فاهم. بس ما تفلترش، يلا نعمل ده بحلو وبوحشه. ما هو انت حياتك كلها مش جنه طول الوقت، طبعا، فاهماني. أيوة. ككوبي رايتر اطلع وقول ده. وياما زمايلنا برضو من ورا الكاميرا طلعوا وعملوا فيديوهات وكانت لطيفه جدا والناس استفادت منها. صح، انت فاهماني. فانا مش معاكي قوي في حته ان احنا نعمل بلاتفورم كبير ونفانل تحتيه، لا. هو انا مع فكره انه اتسق بس مع نفسك واللي يطلع منك طلعه. أيوة. يعني عادي جدا انت شايف ان الماتيريال دي ينفع تبقى في سيت اب ومتنوره وحلوه وجميله، اعملها. انت شايف ان دي ينفع تقولها فلوج في العربيه، مفيش مشكله. بالظبط، فاهماني. فهي دي النصيحه اللي انا بقولها لاي حد بجد، حاول بس تتسق مع نفسك يعني، بس مش اكتر.
طيب حلو قوي. احنا اتكلمنا على الجانب اللي هو احنا اه الناس بقى شايفانا ازاي، بما احنا اتكلمنا على البراندز، الناس شايفانا ازاي؟ الناس شايفانا ان احنا اغنياء جدا. بنقابل يعني بجد الناس ناس بيحسوا مشهوره انت كل عملت شويه. بيرسونال براندنج، قابل بقى اه الحسد اللي هيجيلك. ايوه طبعا. كمان زي ما حضرتك قلت، التعامل مع البراندز. مم. انا كبراند وعايز ده اللي بيخلي في عدم اتساق، مم. ان انا عايز البراند الفلاني يجيلي، فلازم اتكلم بالطريقه الفلانيه او لازم اعمل بالطريقه الفلانيه. فبرضو التعامل مع البراندز بيبقى مختلف شويه، من حيث ان احنا زي كده لما بيجي لنا بريف في الادفرتايزنج بنحاول نلاقيه في البريف على اليونيك سيلينج بوينتس اللي الناس اصلا رافضاها، ايوه فبنعمل اعلان في صح. اوقات كده. وفي الاخر الايجنسي والمخرج بيتخانقوا والاعلان يطلع بالظبط. حاجه ثالثه خالص. بالظبط. فهو نفس الكلام، البراندز بقى بيبقى ليهم مثلا انا عايز الكرييتور ده او الكرييتور ده. اوكي. فانا كصانع محتوى ازاي اتسق مع نفسي وابقى صادق، وفي نفس الوقت ابقى اتليست عندي اوبجكتيف ان انا اجيلي سبونسرشيب، او ان انا يجيلي اعلان، او ان انا اعمله برضو بشخصيتي بس ما يكونش مصطنع. اوكي طيب خلينا نفرق بس في الحتتين دول بين حاجتين. الصدق لا يتعارض من ان انت تعمل اعلان. حلو. اوكي. اللي يتعارض مع ان انت تبقى صادق انت عارفه كويس، ان انت هتقول حاجه انت مش مقتنع بيها. اوكي. ولو انت عليك اقساط فده مفهوم خلاص، يعني تمام، كلنا احيانا مرينا بالاختبار ده، وانت وقناعاتك. يعني هي انا بصراحه انا مش بلوم اي حد ان هو يعمل ده. تمام. بس هما حاجتين انا شايف ان هما ما بيتعارضوش مع بعض. اوكي. اصلا كل ما تبقى اوثنتك اكتر، وكل ما تبقى متسق مع نفسك وصادق اكتر، البراند على فكره هيحبك اكتر. ليه؟ علشان حاجه بقى انت فاهماها كويس، انجيجمنت ريت بتاعك عالي قوي. صح. فاهمه؟ ممكن الفيوز ما تبقاش بالضخامه البراند. انت فاهمه الماركتيرز دايما بيدوروا على حاجات مختلفه، صح. يعني غير اللي احنا بنقنعهم بيها. بس اقصد اللي اتفق عليه كل الناس، انه لو الانجيجمنت ريت بتاعك عالي جدا والمينت فيوز بتاعتك عاليه، ده اصلا بيخلي البراند انت بالنسبه له تشويس نمبر 1. فاهمه؟ لانه في الباك اند في الداتا لما بتيجي للبراندز، انت بيجي لك محمود وعلي ومصطفى ومش عارف ايه، ده 8 مليون وده 10 مليون وهكذا. الماركتير الشاطر بجد ما بيبصش على الفولورز قد ايه، هو بيبص على حاجه تانية خالص، انت بتوصل قد ايه. بالظبط. ما هو انت ممكن يبقى عندك 15 مليون فولور، بس في الاخر المينت فيوز بتاعتك كلها تحت ال 30 ثانيه، وساعات تحت ال 10 ثواني. يبقى احنا استفدنا ايه؟ بالظبط. ما استفدناش حاجه. فهم دول حاجتين غير بعض تماما. يعني ان انا ابقى ناجح، تمام، والنجاح خدي بالك ده النجاح ده نسبي. يعني انا ممكن ابقى ناجح بالنسبه لي ما بقاش ناجح بالنسبه لحد تاني، والعكس. فهي بس انا بشوف ان هو احنا بس بنفتقر في المنطقه دي للحته بتاعه البلاننج. احنا ككونتنت كرييترز ساعات كتيره بس بنقع في الفخ ده من صح. كتر الديلي وورك ومن كتر الشغل ما بياخدك، بتفتقدي بس انك تقفي كده ثانيه، مساء الخير انا الكوارتر الجاي عايز اعمل ايه؟ انا الكوارتر الجاي عايز ادخل فلوس اكتر، دي ليها استراتيجي ومعروفه ومحفوظه ويلا نعمل. لا انا عايز ازود الفولورز، لا يبقى انت كده محتاج تركز على حاجات معينه في الكونتنت علشان تبتدي تجراب اتنشن ناس جديد، وهكذا. فاهماني؟ فهي بس انت ينفع تجيب الهدفين عادي جدا، ما بيتعارضوش مع بعض. البراند ممكن يحبك وفي نفس الوقت بتعمل اللي انت بتعمله. يعني هرجع تاني لمثال احمد الوكيل. احمد الوكيل بيعمل ريفيوز لكميه عربيات مرعب، فاهمه؟ بس احمد ساعات بيقول مسجات هو مقتنع بيها عن العربيه، والله العظيم لو اديني فلوس ما هركبها. انت وده اعلان واخد عليه فلوس. انت فاهماني؟ بس هو هنا عرف يعمل ايه؟ عرف خلاص انت مش جيت لي علشان اعمل اعلان. هو عنده شرط الراجل ان انا هقول اللي انا شايفه صح، او هشوف هقول اللي انا عايز اقوله. حلو قوي. فاهماني؟ فهو هنا صدقه فرض نفسه على اي براند. انت عايز تبعت لي العربيه جربها، انت استحمل. هقول الحلو وهقول الوحش على فكره. فاهمه؟ فهو بيلعبها بذكاء. في ناس تانية لا، انت بالنسبه لي كلاينت، لا انت انا يعني انا ممكن
امشي في الشارع ازغرط لك، لا ليه؟ مش لازم على فكره. يعني انت كمان انت برضو الحته دي حزينه قوي. ياه من قلبك قوي. انت ساعات كتيره من ورا الكاميرا كحد فاهم في الشغلانه بتقعدي تقنعي البراند او الماركتير اللي مسؤول عنه انه انت جاي لي وهتدفع فلوس وانا عايز اشتغل والكرييتر عايز يشتغل، يلا نعمل حاجه حلوه تجيب لك كل الهدف اللي انت عايزه والكي بي اي اللي انت عايزه، وانا كمان ابقى اعمل اللي انا عايزه. كميه التدخل اللي انت بتشوفيها بقى من الايجنسي او من الكلاينت، لو كلاينت جاي لك بشكل مباشر، في كلاينتس بجد بتبوظ حاجتها بنفسها، على عكس حد تاني يجي وسايب لك ايديه يلا بينا نلعب شويه، فاهمه؟ فيديكي مساحه تلعبي وتعملي له بجد حاجه حلوه. وعلى فكره حصلت معانا، يعني الناس اللي بنلاقيها مريحه وبجد عايزين يعملوا حاجه حلوه، على فكره لو الفيديو اللي هم متعاقدين عليه ما جابش الكي بي ايز اللي هم عايزينها، احنا بنعمل لهم التاني والتالت مجانا على فكره. انا خلاص انا ارتضيت ان انا احقق لك الكي بي اي، فالكي بي اي ده مش بفلوس، انا هعمله لك. حلو. انت فاهماني؟ وناس كتير اعرفها بتعمل نفس الحاجه، فاهمه؟ على عكس انت كل ما هتسخف عليا وكل ما هتوديني في منطقه كده، انا بتبقى امنيتي بس ان انا اخلص الكونتراكت. خلاص بقى هو تعديل واحد وخلاص، ديليفربلز خلصت خلاص يا معلم. هتيجي تقول لي بقى اصل هو جاب ما جابش، احنا اتفقنا على كي بي اي؟ ما اتفقناش. هبتدي كل واحد يطلع اسلحته في وش التاني ونعور بعض ليه؟ هي بس الحته دي كلها محتاجه اعاده اتفاق. فاهماني؟ ايوه. وبشوف ان الميزانيات اللي بتطلع فيها بقت كويسه ومحترمه وتعمل حاجات كويسه. بالظبط. فاهمه؟ بس هو العقليات بس اللي ورا المكاتب محتاجه بس تتأقلم كمان مع اللي بيحصل دلوقتي يعني. والله انا يعني النصيحه بجد يسيبوا نفسكم للناس تعمل لكم اللي عايزين. يعني بجد ممكن يبقى شاب 16 سنه وعنده كونتنت حلو، ولو سبت له البريف هيطلع حاجه فشيخ. انا فاهم طبعا انت بتبقى دافع فلوس وعندك شويه قلق وخايف هي كمان مش بتبقى فلوس بس، ساعات بيبقى في براندز بتخاف على الايمج بتاعتها او ما تروحلوش بقى من الاول يعني ما تجيش هنا بقى اكتر فولورز ريت بس برضه في نفس يعني يقول اللي احنا عايزين نقوله، حط مثلا كلام انجلش لو هو مثلا ما بقى فاهم قصدي. فاللي هو ما انا فاهمك، بس هو في الاخر انت اشتغلتي على النوع ده وانا اشتغلت على النوع ده وبتندب انه نو ريزلت. بالظبط. انت ليه؟ لان انت انا اسف هقول التشبيه ده زي ما هو، انت جاي لي فيل اوكي وعايز تشتغل مع فيل، بس انت في قرارة نفسك عايز تحوله غزالة. اوكي، فهو هيطلع كائن احنا ما نعرفوش، لا هيطلع الانفلونسر اللي الناس حباه فهتستقبل منه المسج، ولا في نفس الوقت على فكرة هيطلع الكاركتر او الكونتنت اللي انت عايز تقوله. فبتطلع دايما حاجة هجين في النص مش بتؤدي الى اي شيء. صح. وبنعمل بلوكات لبعض في الاخر وبنشتغلش مع بعض تاني وتبقى حاجة نيلة يعني. صح. فاهمة؟ فانت خلاص جاي لفلان، يعني روح له زي ما هو وسيبه بقى هو يقول الكلام بطريقته ويقول الكلام بصيغته ويوصل لك الموضوع. وصدقيني كل ما انت هتبقى فريندلي مع الكرييتور وبتاخد وتدي معاه، على فكرة يعرف يفتح لك سلوت واثنين وثلاثة. يعرف هو لوحده يعمل لك كامبين 360 من غير ما انت تدفعها. صح. انت جاي على ريل فهيعمل لك ستوريز وهيعمل لك لايف وهيعمل لك منشن وهيعمل لك كروس بوست وهيعمل لك كل اللي انت عايز تعمله. انت جاي على بلاتفورم واحد هتلاقيه حط الفيديو على الاربعة 5 بلاتفورمز اللي عنده. صح. انت فاهماني؟ فهي بس الحتة بتاعت الحرية لصانع المحتوى، اديله حرية. حلو جدا. طيب برضو عشان الحتة دي الناس برضو شغلها قوي دلوقتي مع تطور ال AI وكده، فالناس عماله تقول خلاص كل الدايركتورز والموديلز والكاستنج ايجنسيز وكل الحاجات دي مش تبقى موجوده، والفكره وبخش على شات جي بي تي بكتب السكريبت اللي انت عايزه يكتب لي 15 سكريبت بحطهم وبطلع شخص بيتكلم. ايه رايك في اللي بيحصل؟ بصي انا رايي زينا كلنا الصراحه، يعني احنا كلنا قلقانين طبعا. وفي نفس الوقت في برو كونز طول الوقت.
يعني انا في الاخر حتى انا شخصيا كل تعاملاتي مع الاي اي تولز حتى الان ما خرجتش ولا مره نتيجه قريبه من اللي انا عايزه بنسبه 70%. لا سواء على مستوى الكتاب ولا على مستوى حتى الستوري بورد ولا على مستوى الايمج تو فيديو او اي حاجه حصل. تمام. وخلال ال6 شهور اللي فاتوا بس انا جالي اكتر من 6 بريفز. حاولنا لمشاكل في البادجت، طبعا انت فاهمه كله بيشرنك البادجتس دلوقتي. حاولنا نروح للسولوشن الاسهل بتاع انه مساء الخير ينفع نعملها بالاي اي. اوكي. ما بتكملش. ليه؟ لانه انت بتكتشفي مشاكل جديده يعني، ودي بالنسبه لنا احنا كصناعيه. خدي بالك بس الاي اي فيه مشكلتين دلوقتي. مشكله ان هو موضه، فهو اي حد هتقابليه في الشارع هيقول لك انا هعملها بالاي اي. طب اتفضل اعملها، ما نعرفش. اوكي. فدي ازمه. عندك اصدقائنا صناع المحتوى كلهم مع اي ابديت مع اي حاجه بيطلعوا يقولوا احنا وشفنا ورحنا وجينا. تيجي تسمعي الكلام ده تروحي تعمليه مش حقيقي قوي. الحاجه التانية بالنسبه لنا احنا كفيلم ميكرز او ان احنا في الاندستري، لا هو بالنسبه لي لسه مش ريلايبل تول. هو تول ما اقدرش اعتمد عليها حتى الان. يعني ايه المثال بتاع حاجه اتحطت بريف اتحط في السوق وطلع كلها حاجات كده. بالم هيلز جربوها في جريان وفي الاخر اضطروا يروحوا يعملوا تصوير ويعملوها تاني. صح. طيب اتعمل اعلان محل الذهب اللي الناس طلعته ترند ده. ويا جماعه ده كرتون مش سينما لسه. يعني لسه ما فيش صوره سينماتيك. انت بتحط كلمه سينماتيك في البرومبت بس هو ما بيطلعش لسه السينماتيك. وبروسس اصلا طويله. يعني انا دلوقتي علشان اجنريت شوت، اوكي، ودي حته تانية انتاجيه بس عندنا كهيثم المنتج. الكريدت بكام؟ ما هو انت دلوقتي جوجل فيو 3 اللي نازل، اوكي، بيديكي 1000 كريدت مجانيه بيخلصوا في شوطين. اوكي يلا نعبي الكريدت بكام بقى؟ طب ما ده بفلوس. صح. فاهمه؟ انت ممكن توصلي علشان تطلعي 3-4 شطات بجد نفسك فيهم، ممكن توصلي لكريدت يعدي اصلا ميزانيه ان كان ممكن تصوريهم بيه. صح. دي حقيقه. فاهمه؟ هو الناس مش فاهمه كده. الناس بتشوف لا الكريدتس. هو سيبك بس من الناس، تعالي نديفاين الناس شويه. ماشي. الجمهور العام خلاص شايف ده انه حلو. خلاص الاي اي هيقعدنا صح. في البيت. بجد عظم الشغلانه او اللي انا بسميهم الكي كرو بتاع الشغلانه لا لسه. اوكي. فاهمه؟ فانا مؤمن جدا انه احنا كبشر هنفضل موجودين. ممكن ادوارنا تتغير بس لازم نبقى موجودين. ليه؟ علشان في الاخر دي تول ودي ماشين. اوكي. صح. انا شخصيا عاصرت الشغلانه غيرت 3-4 مرات حاجات ما بقتش موجوده. يعني انا راجل جاي من وقت انه كنا بنقول يعني اول ما دخلت تريني يعني انه خلاص الكاميرات الديجيتال طالعه، فالكاميرات القديمه اللي كانت على شرايط دي هتموت. فبالتالي المصورين اللي عليها هيروحوا كده والفنيين اللي عليها هيعملوا ايه وهكذا. بس لقينا الموضوع اتقلب تماما. الدي اس ال ارز طلعت سهلت حاجات كتير، ما بقاش فيه كابشر، ما بقاش فيه حاجه. بس جس وات بقيتي انت محتاجه تعملي سينك. فبقى الاسيستنت اديتور اللي كان زمان بياخد الشريط يحطه في المكنه ويسحب منه الماتيريال، هو ما بقاش بيعمل التفصيله دي، بس بقى بيعمل التفصيله التانية بتاعت ان يسينك 3-4 كاميرات. اوكي. and so on. انا عاصرت انه فاينل كات برو كان هو اللي معتمد في كل البوست هاوسز اللي موجوده في مصر والقنوات. فجاه نمنا صحينا قال لك لا ده في حاجه اسمها بريمير. طيب منتجين الفاينل كات بقى هيعملوا ايه؟ فاهمه؟ طب ما الناس ادابتوا وراحوا عملوا نفس القصه، لدرجه ان ادوبي نفسها نزلت شورت كات اوفيشال في الكيبورد، ان انت لو انت حافظ الشورت كاتس بتاعت الفاينل كات بقت هي على بريمير. فالناس كملت واشتغلت تاني وتالت ورابع. فانا مؤمن بس انه التقنيه بتتغير. تمام. اللي عليه خوف بس هو اللي ما بيقدرش يأدبت معاه او يطور نفسه ويغير من نفسه علشان يبقى
مع الحاجه الجديده. فانا بشوف انه الاي اي موجود طول لطيفه جدا. يعني انا مثلا بالنسبه لنا فور ناو الحاجه الوحيده اللي هي الاي اي بيساعدنا فيها جدا هي مساله الستوري بورد مثلا. ان بقيتي تعرفي تطلعي ستوري بورد اقرب الى خيالك جدا. صح. بدل ما زمان كانت بتبقى بالرصاص وبعدين نعمل لها انيماتكس والقصه الحزينه دي، فهي مثلا بقت بتعمل ده. بس بصي في المقابل انت بقى الارتست نفسهم، الفنانين الرسامين والناس المبدعين على فكره بقوا بيعرفوا يستخدموا التولز دي وبيعملوا بيها NFTs. صح. فاهمه؟ فهو اصلا هنا احنا ما نقدرش نقول انه لغى الانسان، هو غير الانسان. دايما حلاوته في ايه؟ في فكره التكيف. بالظبط. فانا بشوف انه الفنانين الحقيقيين لا خوف عليهم. ليه؟ لان هم هيلاقوا مساحه، هيلاقوا حاجه نعملها، خصوصا في الحته بتاعت المشاعر. خصوصا يعني الحته دي كده كده يعني ممكن يحصل انه يحصل لها محاكاه، بس هيستل انه لا انا عايزه احس مشاعرك دلوقتي فعلا، اوكي. وعايز اصور المكان بجد فعلا، وعايز اشوف البحر فعلا، وعايز اشوف ضحكه العيال الصغيره فعلا. المشاعر دي والحته بتاعت التوثيق هتفضل هيومن، الانسان هيفضل يعملها. حلو قوي. احنا من الاوثنتسيتي والفكره الكرييترز في طبعا كتاب مشهور اسمه ستيل لايك ان ارتست. ناس تستخدمه غلط خالص. ان هو تاخد حاجه وتقوم عاملاها ايا كان الفورمات، ممكن تعملها تابلايت وخلاص، ما بيبقوش عارفين ده ايه او كده. فمع ظهور الاي اي بقى الموضوع ده بيتكرر كتير طبعا، وما بقاش في حاجه اوريجينال كفايه ان انت تقول ده ارتست فعلا شاطر، ولا ده سارق الكونسبت او عامل انسبريشن من الكونسبت من حد تاني. صحيح. فايه الفرق ما بين الانسبريشن وان انت تبقى حد ملهم او تاخد منه الهام، والحد تاني لا انت سارق الكونسبت ده، هو انا عملت ده، انا شفت الكلام ده قبل كده. بص الحته دي شائكه جدا جدا فوق ما تتخيلي. يعني انا بسميها ارض مليانه الغام. ليه؟ لانه توارد الخواطر حاجة عالمية وبتحصل. يعني ممكن تلاقي عمل حصل في مصر في السبعينات، وبعدين عمل تاني طلع في أمريكا في التسعينات، وبجد التو ارتست ما يعرفوش أي حاجة عن بعض، خصوصا قبل ظهور الإنترنت. فهماني؟ فهو طب إزاي ده حصل أو إزاي ده كده؟ علشان بس فكرة إن إحنا بشر. فبشر إحنا الدريفن اللي بيحركنا تقريبا واحد، يا إما صدمات، يا إما تفاؤلات، يا إما نجاحات، يا إما هكذا. فالحتة دي ملهاش أنا بشوف إن دي حاجة بس ملهاش ماسكة قوي، إلا في الحالات الأوفيس جدا. والحالات الأوفيس جدا إحنا بنروح المحكمة. أيوه. أوكي. يعني أنا تعرضت لده وناس زملاء تانيين تعرضوا لده، فهماني؟ بس هو في الآخر الحالات الواضحة دي لا، أنا بعت لك عمل وقعدنا اشتغلنا عليه شوية وبعدين انت مشيتني من المشروع وكملته لوحدك بنفس الحاجة، لا انت حرام. دي 1 + 1 = 2. لكن في الاخر انا قررت ان انا اصور فوتوشوت بكونسبت المرايات، وانت بعدين جيت عملت فوتوشوت تاني بمرايات بس حطيتها بطريقة تانية، ده وارد يحصل. انا استخدمت تكنيك كاميرا معين وبعدين بعدها بشوية انت استخدمته بس بيربس تاني، ما ده وارد يحصل. ففكرة التوارد مسموح ان انا في الاخر عملنا حاجة من نفس المنطقة، بس كل واحد فينا عالجها بمعالجة مختلفة، ده شيء واضح. لكن في الاخر الحالات التانية اللي هي ستيل هي واضحة، ان انت جبت فيلم عملته هو فده ستيلينج على فكرة. مع ان الادابتيشن دي حاجة موجودة في العالم كله، يعني هو مفيش مشكلة ان انت تأدبت رواية للسينما، بس قول في الاول بس ان هي عن رواية كذا، او شوف لو الرايتر ده ليه حقوق روح اديها له. فهماني؟ بس هو في الاخر اللي بيحصل ايه؟ ده واضح وده واضح. بس خلينا اتناقش معاكي بس في نقطة تانية. مشكلة الاي اي مش مشكلة اصالة،
مشكله الاي اي مشكله تانية. انت دلوقتي بقيت قادر تجيب ام كلثوم وتخليها تغني لحسن شاكوش بالتول، صح. فاهمه؟ لا، هو انا شايف ان احنا لازم يبقى في تشريعات لده، لازم يبقى في حدود لده. اوكي، ليه؟ لانه في الاخر انت بتتعامل مع بابليك فيجر، صح، بتتعامل مع وش معروف، اوكي، وبتخليه ياخد قرارات هو مش عايزها، صح. فهو ولا الورثه حتى بتوع السيده ام كلثوم عايزينها، ولا احنا كجمهور. انا اصلا بقيت اعمل ريبورت في الفيديوز اللي شبه كده. ليه؟ لان بجد انت ليه بتبوظ حاجه كبيره زي دي بتجارب عبيطه زي دي؟ صح. فاهمه؟ يعني الحريه في الفن تمام، بس يعني دايما في خطوط رفيعه جدا ما بين الحاجات. فانا بشوف بس ان الازمه اللي هتطلع في موضوع الاي اي كمان شويه صغيرين قوي، زي ما هو بيتطور بسرعه هتحصل المشاكل دي بسرعه. صح. فكره الكوبي رايتس طبعا. يعني الكوبي رايتس بقى بتاعت كل حاجه. انت الصوت اللي جنريتد ده على فكره ممكن يبقى شبه صوتي، صح. هنعمل ايه؟ فاهمه؟ الصوره اللي طلعت دي على فكره ممكن تبقى فيها اختي وانا مش عايز تطلع، نعمل ايه؟ اوكي، يعني ده بقى اللي هنواجهه، يعني زي MBC2 كده، زي هذا زي ما سوف نعرفه في الحلقات القادمه. بالظبط. انا يعني عايزه اسال اسئله كتير قوي. اسالي يعني انا بالنسبه لي دلوقتي عرفت حاجات كتير قوي. عايزه اعرف بقى، هل بالليل بتسال نفسك هل انت جود انف كمنتج، ككاتب، كمخرج؟ ولما بيجي لك بتخوف جدا لما بتسال نفسك الاسئله دي بتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يعني بتحس انه لا انت هتقدر وهتكمل كمل الاخر او كده، او ايه الكلام اللي بتقوله جواك؟ وامتى بتحس ده؟ يعني امتى بتحس انت هل انت جود انف ولا؟ بصي، اعتقد دي مشكله اي فنان. يعني اي حد بيعمل اي حاجه ليها علاقه بالمشاعر والفن عموما، هي دي الفايتس الاساسيه بتاعته بجد. يعني صح. الفايت بتاعت انه ايه اللي انا بعمله ده، لان احنا كمان في عالم كومبيتيتيف قوي. يعني الادفيرتايزنج فيه افكار وفي يعني مجموعه وشله، وكل واحد بيطلع بافكار، وكل واحد ليه قصه واصدقاء وكل حاجه، وكل واحد ليه مدرسه. فهل انا جود انف كل ده؟ طيب جود انف دي انا بشوف ان هو سؤال ده انا كنت بساله كتير وانا صغير شويه، بس يعني لما الواحد شعره بيض ابتدى ما بيسالش الاسئله دي بقى، يعني فاهمه؟ بقى بيسال اسئله من نوعيات تانية. جود انف والواحد وهو بيبتدي الحاجات وكان بيجرب وكان بيشوف، كان طبعا الشبح بتاع مساء الخير انا بعمل ده حلو بعمله وحش ايه رايكم، طب شايفين ايه، الحاجات دي كلها كانت بتأثر فيه جدا وبيقعد يسألها كتير. وحصلت لي كتير قوي، يعني حصلت لي في مشاريع كتيرة قوي. يعني انا مثلا كهيثم انا مش بحب اقول ان انا مصور فوتوغرافي، اوكي، بس اصلا ديب انسايد انا بحب فوتوغرافيا جدا جدا. يعني بحب اتفرج عليها وبحب اعملها وبحب اصورها وبحب احضر معارضها، بحب كل الحاجات اللي حواليه. فمثلا في كاس العالم كان ليا الحظ ان انا ابقى الاوفيشال الميديا الوحيد اللي طالع مع المنتخب. فانت بقيت مضطر ان انت تسبلاي كل حاجه، هو ما طلعوش حد، يعني فيفا قبلت ميديا واحد، فانا بقيت مضطر ان انا اعمل لايف ستريم واعمل فيديو واعمل الفوتوغرافيا واعمل كل حاجه، فاهمه؟ في الوقت ده انا عملت قصه مصوره من 4 صور عن محمد صلاح. كان ساعتها هو دراعه في إصابة، فكان هو واقف على أول التمرين وزمايله بيحاولوا يساعدوه إنه يقلع هما بيخشوا الأول بتريننج بتاع التدريب، بيبقى تحتيه الفانيلا يعني اللي بيلعب بيه، فهم بيحاولوا يساعدوه إنه يقلع أنا ساعتها كنت شايف إن دي مومنت حلوة جدا جدا بالنسبه لي انا، فاهمه؟ فكنت بصور فيديو وبعدين قلبت الكاميرا بسرعه ولحقت صورتها فوتوغرافيا. بالليل نزلتها عندي على البيج وخلاص تمام. يعني انا انبسطت ان انا وثقت اللحظه، يعني فاهمه؟ وخلاص نمت صحيت
لقيت اداره البعثه كلها بتدور عليا. طب انا عملت ايه؟ انت فاهم انا عملت ايه؟ فحد يعني من الاداريين بتوع البعثه بيقول لي انت عملت ايه؟ الراي العام كله مقلوب علينا في مصر. قلت له طب انا عملت ايه؟ قال لي ده. فبشوف لقيت الصور، بعدين ما كنتش شفت بقى نوتيفيكيشن، ما كنتش شفت حاجه، انا صاحي على ملا وشي يعني، فاهم؟ فلقيت ان هي كميه يعني لايكس وشيرز وسرقه كتير فشخ جدا، اللي هو ايه ده؟ فبقول له فاللحظه كده بقى، انت فاهمه، في اللحظه دي بتاعت الشك. طيب هو هل ان الماتيريال نجحت والناس تعاطت معاها وفيرالت ده نجاح، ولا انا ما خدتش بالي من حاجه اداريه ما، فاهمه؟ فده فشل. ايه بقى؟ فتقعدي انت بقى ايه في فقره بعد نص الليل تجلدي ذاتك بقى في حاجات شبه كده. انت فاهمه ايه بقى؟ يعني انا عملت ايه؟ انا شخص بلاقي حلول طول الوقت. مثلا فكنت بشتغل مع احد الاصدقاء، وانا بحب ديفاين الحاجات، يعني احب اعرف، احب اتفق، احب ابقى عارف الفوليوم قد ايه، يعني احب ساعات احط النقط على الحروف. فاتفقنا مثلا ان انا كنت شغال على برنامج ما، واتفقنا انه البرنامج مثلا انا في الحلقة هصور 5-6 ريبورتس مثلا من اللي بتتذاع في البرنامج، وهو ده توصيف الحلقة. يعني احنا كل ما هحتاج يعني انفويس كل 5-6 حاجات هنعتبرهم وان بيس اللي هي بكذا. بعدين لقيت انت الموضوع بيسرح، يعني الابيسود بيجي فيها 10. طب هيثم تمام، يعني 6/10 مع انها 50% زيادة، بس يلا لحد ما في يوم لقيتني جاية حلقة فيها 22 حاجة مطلوبة تتصور. انت فاهمة؟ فالاتاك بقى بتاعك هنا كفنان بيجي، طب هو انا هنا استوب ان ده مش اللي اتفقنا عليه، ولا انا دوري اصلا كمخرج للشيء ده ان الاقي حل؟ فانا بشوف انه هي مش فكرة جود انف ولا لا، هي فكرة ان انت هاو تو ديل مع الشك اللي بيجي لك. ما هو احنا كل دي شكوك. صح. انت مش عارفة هل انا دلوقتي لو مديت ايدي وشمرت وحليت هبقى كده الشخص الكويس، ولا كمان شوية انا هبقى خلاص بست نيو رول وببقى باجي على نفسي. صح. انت فاهمة؟ وكمان انت بقى عندنا حاجة خطيرة جدا في الاندستري بتاعنا، انت بتشتغلي في حاجة ما بجد ملهاش قواعد. صح. يعني الفن نسبي. انا ممكن اعمل حاجة او اصور شوت انا بالنسبة لي محقق فيه كل الابداع اللي انا نفسي احققه، ويوصل للناس او حد تاني يشوفه، ايه المراهقة الفنية اللي انت عاملها دي؟ صح؟ فهي ملهاش طريقة. فانا بشوف انه انا اتعودت ابقى شخص ايجابي الصراحة، ان انا اكونفرت ده لرولز كده في الدماغ. يعني خلاص ان مثلا الواحد يخش تجربة فبيحط منها اللي استفاده، فاهمة؟ فلا انا اتفقت مع نفسي، يعني مع هيثم التاني اللي بيقابلني بالليل، انه لا، اي حاجة ليها علاقة بالمنتج الفني دي في مساحة النقد، والناس حرة تنتقد اللي هي عايزاه، ودي حاجة ما تشككناش في نفسنا. انت طالما رضيت ان الحاجة في مرحلة ستيج النشر ونشرت ده خلاص، انت خلاص فاهمة؟ اللي هيرجع عليك بقى ده خلاص، ده عامله في طور الفيدباك. يا تاخد منه، يا تتجاهله، يا تتعاطى معاه. شوف انت عايز تعمل ايه. حلو قوي. اوكي. فمثلا دي قناعات انا ابتديت اكلم نفسي فيها بالليل. الحاجة التانية اللي بقيت لا بقف فيها شوية، حتة الاخلاق. يعني اللي انت بيحصل ده اخلاقي ولا لا؟ يعني ساعات مثلا ايام ما كنت انا وان مان كرو بصور، بيطلب منك ضيف معين او حاجة ان الحتة دي ما تتذاعش، فلا هي مش هتتذاع، هو دي حاجة احنا مش هنتناقش فيه، فاهمة؟ او ان انا صورت حد وبعدين خد باله ان الكاميرا موجودة فقال لي لا انا مش عايز كده، وحاولت اقنعه وستيل عند نفس لا خلاص. ما تخليش بقى انت كارتست الحتة بقى بتاعت انه الفريم حلو ولا الموديل حلوة وبتاع تاخدك بره المنطقة بتاعت انه
تتغير انت وكده، لان ده بعد كده بيرجع عليك بندم وحش قوي. صح. ليه؟ لان انت خلاص ببلشت بقى، فاللي حصل حصل، انت مش عارف الانسان اللي انت طبعا. صورته ده هيتأذي بقى، هيحصل له ايه، الحاجات اللي شبه كده يعني. صح. فهاو تو ديل مع الشك اللي بيجيلك، ان انت سيت جايد لاينز كده، يعني زي ما بتجيلنا بريفات كده فيها جايد لاينز، ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي المفروض مش بيتعمل. اعمل كده. والحاجة التانية في مساحة كده لازم تسيب بفر للتجربة. تجربة، انا بجرب يعني، انا في حاجات كتيرة ببقى داخل لا انا بجرب، فببقى عارف. انت عارفة بقى الحماية الذاتية، انت عارف ان هي خسرت، انت مش هتزعل قوي لان انت من الاول عارف ان انت كنت بتجرب. كسبت، هتعمل زي حسن شحاتة وتقول انا صح عادي جدا يعني. انت ايوه فاهمة؟ ايوه، فهي الحتتين دول هم اللي بتدافعي بيهم مع نفسك طول الوقت يعني. حلو جدا. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على اكتر من حاجه، في دايما حاجات بقى بتتقال انا شغفي مش موجود هنا او شغفي خلص. احنا اتكلمنا على فيرتيكال نتورك، بس عايزه اتكلم اكتر على هيومن فويسز. ايه الفكره وحابب تعمل فيها ايه يعني، حابب تحقق فيها ايه؟ اوكي، بصي انا يعني المشاريع الاعلاميه عموما اللي بحاول اعملها هي ليها علاقه دايما بال يعني مش عايز اقول ده بالزهق. اوكي. انه الواحد من جواه بيزهق، فاهمه؟ فهو انت كل شويه بتبقى عندك فكره بتجري وراها، بتحققها، بتوصلها للمنطقه الامنه اللي تخليها قادره تستمر، ثم بيجي لك السؤال بتاع وبعدين صح. ايه بقى، نعمل ايه تاني وهكذا. فانا جت عليا فتره بعد صور لي الشركه اللي كانت قبل فيرتيكال نتورك، وتعبت من فكره البرودكشن، انه صور لي كانت برودكشن صريح، فطول الوقت عندنا بريفات محتاجه تتنفذ، طول الوقت عندنا كورج محتاجين نعملها، طول الوقت الحق مهرجان القاهره، الحق مهرجان الجونه. اي نعم كلها حاجات كبيره وعظيمه والواحد شرف بيها في السي في بتاعته، بس خلاص وبعدين انت بتوصل لمرحله انك تبقى ساتوريتد من الحاجه. وكان عندي الحلم الكبير بتاع انه انا طول الوقت بحب اعلم، بحب ادرب، بحب اشير النو هاو، يعني دي حاجه القريبين مني عارفينها يعني. فكان عندي انسايت كده انه الاماكن اللي بتدرب ما بتشغلش، والاماكن اللي بتشغل عايزه ناس جاهزه. اوكي صح. فمن الانسايت دي جات لي فكره ان انا اعمل فيرتيكال نتورك، ان هي تبقى مساحه صناع المحتوى او اللي نفسهم يبقوا صناع محتوى ييجوا يتعلموا، وبعدين كمان عملت موديل للتشغيل كمان بتاعهم، ان هم يشتغلوا ازاي ويجنريتوا فلوس من ده ازاي وهكذا. والحمد لله يعني على مدار الفتره اللي كنت بدير فيها المنظومه، يعني عملت اكتر من 20 ورشة، طلعنا كونتنت كرييترز كتير في كل المجالات الحمد لله، وتمام انزات ست، والحمد لله حتى الان البروجكت شغال وماشي زي الفل. فاهم؟ بيجيلك بس في لحظة كده خدت اجازة شوية كتير قوي، يعني انا تقريبا من اخر 23 من ديسمبر 23 ولحد وقت قريب جدا من ايرلي السنه دي كنت واخد اجازه ديسكونكتد بالمعنى الحرفي يعني من الشغلان، ومركز اكتر في البيت وبناتي والمنطقه دي. برضو حسيت ان انا محتاجه ارجع ريكاب شويه حاجات كده غابت عني في وسط الشغل يعني. بس رجع تاني شغفي بفكرة البرودكشن دلوقتي بيواجه شوية تحديات كبيرة قوي، منها طبعا اللي لسه مكلمين عنها فكرة ال AI integration اللي يحصل في الشغلانة، منها انه انا بقيت الاحظ انه في كلاينتس كتير جدا محتاجين كونتنت، بس هو مفيش كونتنت حقيقي في موجود، او مفيش آلية لإنتاج الكونتنت، لانه دايما احنا بنعطل في الحتتين بتاعت ان انا اعمل اوريجينال ده غالي جدا، او ان انا الاقي حاجه واعمل لها اكوزيشن دي برضو حاجات مش موجوده. فالجيم دي مخليه معظم البراندات في الماركت
واخدين جنب شويه من فكره ان هم يبقى عندهم كونتنت غير الكونتنت الاعلاني اللي اوريدي هم بينزلوه. فمن هنا جات لي الفكره بتاعت هيومنز فيجوالز. انا بشوف انه البشر هيفضلوا في الشغلانه، والبشر هيفضلوا يعملوا الحاجات اللي هنحبها، والبشر هم اللي هيعملوا كل حاجه حلوه، حتى لو عملناها بالاي اي. على فكره دي حاجه ودي حاجه، لانه في الاخر الاي اي محتاج دماغ تفكر قبله تقول له انا عايزه منك ايه. اوكي، يعني هل انت عمرك شفتي ان حد قال ان بريمير اللي منتج؟ لا، ما هو الاديتور اللي منتج. بس بريمير كتول قدرت توصل احلام المونتير اللي قاعد خلف الشاشه الى منتج سمعي وبصري حلو. فانا بشوف برضو ان الاي اي نفس القصه. فالفيجوالز بتاعه البشر هتفضل على الترابيزه، وهتفضل موجوده، وهتفضل معموله. وهدفي ان انا اركز فيها على حاجتين: ان انا الاقي حلول للبرودكشن، لان دي حته انا بشوف ان انا شاطر فيها طول الوقت، وبعرف اعمل من الفسيخ شربات يعني زي ما بيقولوا. فعايز الاقي مساحه ابقى عارف اعمل فيها ده. والحته التانية ليها علاقه بالكونتنت، يعني نفسي وشغال اوريدي على ده، ان انا اطلع بمشاريع هي كونتنت بحت، بس معمول فيها سولوشنز علشان تخلي الحاجات دي تطلع للنور يعني. حلو قوي. يعني عايزه اسالك سؤال هو بيتسال من زمان جدا: هل لسه الكونتنت از كينج؟ طول الوقت طول الوقت. اصل بصي، انا بشوف ان حاجه الناس للاعلام ما بتتغيرش. صح. انت من ايام الانسان البدائي اللي عمل رسومات جوه كهفه علشان يقول انا موجود، او عشان لما حد تاني يشوفه، او من ساعه الناس ما استخدمت الطيور تنقل الرسائل. ما هي ده كل ده حاجه الناس ان هي تعرف بعض حاجه. صح. اوكي، ما بتتغيرش. الفراعنه عملوها على المعابد والبردي، والاغريق عملوها بطرق تانية بالمسرح وهكذا. فطول الوقت هي بيتغير شكلها، بس المسج الاساسيه موجوده. الجرايد ما بقتش زي زمان، وبقت حاجه قديمه، بس تمام. كلنا بنصحى الصبح بنتعاطى نفس الاخبار، ان اسكندريه غرقت، وان هي صح. فالمحتوى او الميديا هتفضل هي، بس هو شكلها يتغير. صح. يعني عادي في المستقبل البس النضاره دي تعرض لي حصل ايه امبارح وخلاص. هي ده مش معناه انه الراديو كان وحش ولا الصحافه كان وحشه. لا، ده التطور في الوقت ده خلى الاداه تبقى بالطريقه دي. صح. انت فاهماني؟ فهو بالتالي اللي جاي محدش يخاف منه، لانه اللي عدى برضه يعني. صح. انت فاهماني؟ يعني احنا خلاص، ما انا مثلا بشوف ان انا جيل كان هايبرد ما بين نهايات التلفزيون وبدايه الانترنت. as we speak بعد 20 سنه فاست فورورد، التلفزيون موجود والانترنت موجود على فكره. صح. واللي عايز ده بيروح له، واللي عايز ده بيروح له. حلو قوي. يعني انا بالنسبه لي والله مش عايزه البودكاست يخلص خالص. وانا كمان والله. ومبسوطه قوي 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 بالبودكاست ده، وان شاء الله مش هتكون اخر مره، يعني ان شاء الله تبقى فيه اكتر من حاجه ان شاء الله في المستقبل. تحت امرك. وبجد نورتنا. ميرسي. وشكرا لوجودك. شكرا ليك. شكرا ليك.